يا صباح الهنا والتفاؤل عليكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كده يوم ان شاء الله يعجبكم ويعجبكم. بدأنا من بداية اليوم. بصوا نزلت كده عملت جولة كده في الشارع، وهننزل نجيب حاجتنا الناقصة، وان شاء الله يكون يوم كله تفاؤل وامل. لو عجبتك القناة ولو لقيتي ان انتي استفدتي من اي حاجة من الفيديوهات بتاعتي، اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة عشان عيلتنا تزيد بيكم ان شاء الله. بصوا بقى، انا هنا كده كنت في الشارع وكنت بعمل جولة كده في الشارع سريعا. قلنا ايه؟ قلنا نروح ونجيب الحاجات بتاعتنا الناقصة. تعالوا بقى كده، انا وصلت البيت، تعالوا شوفوا معايا انا جبت ايه وايه الحاجة اللي انا استفدت بيها وايه الاسعار والدنيا ايه. نسمي الله ونبدأ يلا مع بعض نطلع الحاجة اللي احنا جبناها كلها ونشوف الحاجة بتاعتنا عبارة عن ايه. عايزة اقول لكم ان في حاجات ممكن ما تعوزوهاش، ممكن ما يكونش ليها اي لازمة، فممكن نتجنبها لان هي بيبقى فيها اسعار كتير جدا. ممكن مثلا ايه، تاخد جزء كبير من الميزانية بتاعتك او المصروف بتاعك. تعالوا شوفوا يلا انا جبت ايه. بصوا كده، دي الحاجه اللي انا جبتها. عايزه اقول لك ان انت ممكن تجيبي حاجات كتير تاخد من المصروف ملهاش لازمه، في حين ان انت ممكن تجيبي حصاله وتحطي فيها مصروف باقي من المصروف كل يوم مثلا اللي انت بتصرفيه والباقي منه. ده بيفيدك ان انت مثلا لو نفسك في اي حاجه صغيره، لو هقول لك مش هقول لك جهاز، هقول لك مثلا ايه، حاجه صغيره ليكي، طرحه، ميك اب، مثلا لو عايزه تجيبي شنطه، عايزه تجيبي حاجه في البيت، مفرش، ترابيزه صغيره، إيه، نفسك مثلا في تحفه، ممكن تسعي لها ان انت تحوشي فيها في شهر واتنين وتلاته ويمكن سنه. بس لما تجيبيها صدقيني هتحسي بحاله من الفرح. طقم السرير نفسك فيه، نفسك في بيجامه شتوي، نفسك في غيار صيفي، ايا كان اللي انت نفسك فيه، انت ممكن تجيبي الحاجه ديت. بجد يا جماعه، مش لازم تكون حاجه مثلا ايه، حاجه كبيره قوي او غاليه جدا. لا 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 لا، صدقوني الحاجات دي بتفرق فوق ما تتخيلي. بتفرق ازاي بقى؟ بتحسي لما بتشوفيها بفرحه كبيره. يعني مثلا يوم من الايام مثلا ممكن نفسك في حاجه ما تجيبيها، مثلا ما تجيبيش حاجه معينه، او يعني ايه، تستفادي من ان انت مثلا توفرتي مبلغ صغير. ممكن مبلغ على مبلغ على مبلغ، تستفادي بايه بقى؟ ان انت مثلا تروحي تجيبي حاجه كبيره نفسك فيها. ده صدقيني لو حلق صغير مثلا ايه، تلبسيه في ودنك. لو هو مثلا لو حابه ان هو يجيب يكون فضه او ذهب او اي كان، صدقيني بجد بجد بيفرق جدا جدا في نفسيتك. كل ما تشوفيه هتبقي مبسوطه، وكل ما تشوفيه هتتشجعي تعملي اكتر، كل ما تشوفيه هتبقي عايزه تحوشي اكتر واكتر. ليه؟ لان انت لقيتي نتيجه قدامك عجبتك وان انت كده راضيه عنها. صدقوني الحاجه ديت بتنفعك، خصوصا لما يعني تبقى محتاجه دعم او باور او تشجيع من اي حد كده. فده في حد ذاته تشجيع ليكي انت، مش بس بتوفري عشان تجيبي حاجه نفسك فيها، لا انت بتعملي لنفسك حاله من التشجيع وحاله من الدعم النفسي ليكي. فصدقوني الحته دي بتفرق جدا 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 جدا. احنا لو مش هنعمل حاجه محدش هيعملها، ولو مش هنقوم ونتشجع محدش هيشجعنا ويقول لنا يلا. ودايما دايما 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 يا حبايبي كده بيقولوا ايه، بيقولوا ان انت في الحزن، يعني ايه، في الشده شايفينك ان انت تعبانه ومش قادره، وفي الحاجه اللي انت بتعمليها في صحتك شايفينها ان هي واجب عليكي، وان انت بتقومي وتشتغلي في البيت وتعملي الاكل وتغسلي المواعين وبتشيلي مذاكره العيال وبتهتمي بالعيال. اما انت لما بتتعبي اخرك تاخدي اي مسكن. فده دعم كبير قوي 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 لينا. اعمليه مش هتندمي صدقيني. عايزه بقى اقول لكم على حاجه حلوه. انت دايما دايما لما بيبقى في مثلا مناسبه لاي حد من عيلتكم او اي حد قريب ليكم، دايما اظهري في احسن حاله ليكي، عشان ما تجيش بعد كده تقولي ده انا كان نفسي اعمل وكان نفسي اشيل واحط والبس واجيب. لا، في احسن حاجه ليكي، في احسن صوره ليكي اظهري عليها بس. وخلي دايما ايمانك قوي بربنا وثقتك كبيره جدا فيه، ان لو انت عندك حق عند حد معين محدش هيجيبولك غير ربنا. ودايما ثقي ان لو مش حقك ما جاش النهارده ولا بكره ولا بعد ولا السنه دي ولا السنه الجايه، مصيره يوم من الايام يجي. بس خلي ثقتك في ربنا كبيره جدا 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 جدا. والدعوه اللي انت بتدعيها صدقيني
اقرب الي. بصي ربنا قريب لينا قوي يا جماعه، قوي قوي. اوعي تفتكري ان انا لما اقول كلمه لحد ولا اكسر خاطر حد ولا اضايق حد ده بيروح ابدا ابدا. صدقيني صدقيني، ربنا اقرب حد لينا واحن حد لينا. ربنا يكتب لنا الخير جميعا، ويجعلنا جميعا كده من الناس اللي ربنا راضي عنهم دنيا واخره. صلوا كتير على رسول الله. بجد الصلاة على النبي يا جماعة فيها مفعول كالسحر، فيها تيسير أمور، فيها توسيع رزق، فيها فرحة انت ما بتحسيش بيها غير لما بتصلي عليه. صلوا عليه كتير كتير كتير. انتوا عارفين الفيديو ده انا مصوراه داخل في الشهر، انا بجد مش عارفة كان فيه ايه، كان نفسي بجد ان انا انزله. مش عارفة، كل يوم اقول بكرة 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 يعني. خلي كده، خليكوا كده ايه، استعينوا بالله واستعيذوا من الشيطان الرجيم، وابدأوا الحاجة اللي انتم مكسلين عنها. صدقيني ده كسل، وده وهم، اوهام من الشيطان. كل شويه يقول لك بكره، كل شويه يقول لك طيب ماشي لسه بدري، مش عارفه ايه. لا، قومي اشتغلي وشوفي مصلحه بيتك وشوفي وراكي ايه واعملي ايه. مش عايزاكم تتكسلوا عن اي حاجه بجد. الكسل ما هو الا بيساعد على الكسل اللي زيه، يعني هتكسلي هتبقي كسلانه اكتر. ودايما ما تقوليش لنفسك ايه انا تعبانه، الناس مرتاحه في بيوتها وانا اللي بنزل واشتغل واروح واجي. ايه ده البيت شغله كتير، ايه ده انا بعمل حاجات ولا السوبر مان. لا لا لا، انتي اصلا ما شفتيش غيرك بيعمل ايه عشان تقولي كده. دايما امشي بحته ايه، لما يبقى وراكي حاجه قولي ده انا غيري بيقوم باكتر من كده ربنا يعينه. ده انا مش عارفه فلانه بتروح وتنزل وتشتغل وعندها بسم الله ما شاء الله عيال كتير وبيتها وجوزها. لا، دايما تبصي على اللي اقدر، يعني ايه اكتر منك. لو انت مثلا بتعيني اسره من طفلين او ثلاثه، لا شوفي الاسره اللي بتعين 5 اطفال ولا 6 اطفال. شوفي انت مثلا لو قاعده في البيت وما بتشتغليش وعليكي البيت بس، شوفي بقى اللي بتشتغل وبتروح وتيجي وتصحى من اذان ربنا وتنزل في عز السقعه في الشتاء وتمشي في عز الشمس في الصيف وترجع مخلصانه. فكروا في الحاجات دي. صدقيني انت لما تفكري فيها انت اصلا يعني كده بتدي نفسك برضك تشجيع بس غير مباشر. انت بتبصي على الحاجه الاكتر منك، فانت هتروحي قايمه عامله شغلك وانت ايه مستريحه. لكن لو انت قعدتي تقولي بقى ايه لا انا اقوم ليه، طب ما هو فلانه ربنا هديلها عيالها مش عارفه ايه ما بيشتغلوش، يا تعبانه يا غلبانه يا زعلانه يا قهرانه يا كل صحتي. لا، عارفين كده انت لا هتتقدمي ولا هتروحي ولا هتيجي ولا هتكبري ولا حتى حد هيقدرك، لان انت كده مش هتبقي فيكي اي جديد. شفتك الشهر ده زي ما هشوفك الشهر الجاي، زي ما متوقعه اشوفك السنه الجايه، زي ما متوقعه اشوفك بعد 10 سنين. فانت ما تبقيش مصدر ل... لتشاؤم لنفسك، ما تبقيش مصدر للكسل والتكاسل لنفسك. انت لو فتي هتفيدي نفسك وبيتك واسرتك. ونفس الكلام انت لو ما قدرتيش تعملي حاجه هيعود عليكم بايه النتيجه بتاعتها، لا هتقدري تقومي ولا تروحي ولا تيجي. فكل ده لا. وما تنسيش حاجه مهمه، ان انت ده بيكون في ميزان حسناتك فعلا. صدقيني دايما دايما مفيش حاجه بتروح على الارض، حتى كل حاجه انت بتعمليها بتكون في ميزان حسناتك، بتكون دايما بتساعدك ان انت ربنا يديكي من حسنات ويزودها لك ويبعدك عن اي حاجه وحشه. وربنا يا رب كده يجعلنا كده داعمين لبعض وواقفين في ظهر بعض ونشجع بعض. انت ممكن تكوني مش قريبتي بس توصلي لي الحاجه تفرحني، حاجه استفيد بيها، حاجه تسعدني. ده بيفرق جدا يا جماعه. دايما امشوا وتوكلكوا على الله، اعملي الخير وارمي البحر. استعيني بالله بكل صغيره وكبيره. سيبي اللي يعمل، سيبي اللي يضرك، سيبي اللي يأذيكي. في ربنا قوة إلهية جبارة ما حدش بيعلمها غير الله. اي حاجة بتعمليها سيبيها على الله.
خليها على الله. صدقيني اللي على الله عمره ما يغلب. انت مهما عملتي ومهما قلتي، سيبي اللي يعمل يعمل واللي يسوي يسوي. اعملي وامشي عدل يحتار عدوك فيك. اعملي الحاجات اللي ممكن ما توقعكيش في غلط. يعني لو جالك ضيف اكرميه. الضحكه تكون حلو دايما في وشك مرسومه، حتى لو حاسه بهم وعندك على ظهرك مسؤوليه كبيره. خلي دايما الضحكه عليكي. صدقيني بتفرق قوي 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 مع الناس الوحشه اللي مش بيحبولك الخير. خليكي دايما كده تلبسي حلو، تهتمي بشكلك، تروحي وتيجي وتجري ويبقى كلك نشاط وحيويه. بصوا الحته دي جدا بتفرق قوي 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 في اي حد عايز يأذيكي. اعملي الخير وخلي ثقتك في ربنا كبيره كبيره جدا 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 جدا. ربنا يبقى في ظهرك، فعمر حد ما يأذيكي. ربنا يكتب لك الخير ويكتب لنا الخير ويكتب لكل حد فينا ما بيضرش حد ولا بيأذي حد، يكتب له كل شيء جميل ويدينا اللي بنتمناه زيادة، ونكون عونا لبعض ونساعد بعض على قضاء حوائجنا، ودايما تكونوا داعمين ليا، ونكون دايما في الخير مع بعض. عايزه اقول لكم ان فيديو النهارده هو فيديو بسيط. احنا حبينا ان احنا ندردش مع بعض شويه، اخواتي وحبايبي وصحابي. يا رب يا بنات كده نكون دايما مع بعض دايما، ونكبر بيكم واكبر فيكم وانا معاكم. صدقيني مفيش حاجه بتروح. انا فاتحه القناه بقالها سنين وسنين، ممكن تكون داخله في 4-5 سنين على فكره، بس للاسف مفيش اي دعم، مفيش اي حاجه. بس بصوا ثقتي في ربنا كبيره جدا جدا جدا. بالعكس بيجي عليا وقت وممكن اقع شويه، يعدي ايام ما اعملش فيديو، مش مشكله. بس اللي هو انا عندي حاجه جوايا هفضل اسعى واتشجع كده. دي حاجه بقى عايزه اقول لكم انا نفسي بشجع نفسي بيها. ما تقفيش، ما تقعيش، خليكي دايما لقدام، طوري من نفسك، ساعدي نفسك ان هي تتقدم. ما تخليكيش دايما طاقه سلبيه لنفسك. خلي بالكم احنا لو طاقه سلبيه لحواليكي ومع نفسك بتديها كده طاقه، قصدي طاقه ايجابيه مع الناس، ونفسك طاقه سلبيه، صدقيني مش هي دي الشطاره. سيبك من الناس، سيبك من اللي حواليكي، الطاقه تديها لنفسك. احنا في الوقت ده ممكن كل الطاقه الكويسه الحلوه الايجابيه نديها للناس، نيجي على نفسنا. انا تعبت، انا خلاص، فين السرير، فين انام، فين المخده. انت كده خلي بالك. بالعكس انت مفتيش نفسك، انت فتي غيرك. مش هقولك دي حاجه وحشه، لا حلوه وكويسه وكل حاجه، بس فين انت؟ فين دعمك لنفسك؟ فين تشجيعك لنفسك؟ صدقيني مش هتقدري تعملي اي حاجه. الدعم والتشجيع هو الاساس، هو اللي بيديكي جزء كبير جدا جدا من ان انت تبقي حاجه وتبقي بكره.